السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يلا نكمل سلسلة مواقف مرت علينا. كم مرة حد فينا قال يا رب ليه اديتني الحاجة دي؟ انا مش عايزة. ابسط الحاجات اللي احنا بنعمل عليها كده وهي مشاعر الحزن. اي نعم، مشاعر الحزن دي بالنسبة لنا بتكون حاجة وحشة قوي، بالاخص لما بترجعنا لتراكمات وذكريات وحشة احنا مش عايزين نفتكرها لانها بتحطنا في ديبريشن احنا مش عايزين نروح له. ولكن في نفس الوقت مشاعر الحزن اللي ربنا مديها لك دي نعمة عندك بتخليك تحس باللي حواليك سواء وفاة حد او مرض حد، والحاجتين دول اكبر حاجة بيخلونا نفوق. اما ان احنا نحمد ربنا على النعمة اللي في ايدينا، او ان احنا نفوق كده ونشوف ايه الغلط اللي احنا بنعمله عشان نصلح من نفسنا. لما احنا بنروح امتحانات في الميري، عيني مش بتقع على الطلبة اللي أكبر مني اللي عينيهم كلها حزن، ولا تحت عينيهم سواد من السهر والتعب واستهلاك الطاقة اللي فيهم، ولا على الدكاترة اللي المفروض أكون واخداهم قدوة، ولكن عيني بتقع على المرضى اللي بيكون فيهم ناس مش قادرة تتحرك، فيهم ناس مش قادرة تتكلم، فيهم ناس مش قادرة حتى إن هي تبص قدامها. برجع اقول الحمد لله على النعمة اللي انا فيها، بقول يا ربي اجعلني في يوم من الايام سبب ان حد منهم يكون كويس ويدعي لي دعوة، اما الدعوة دي تكون يا رب سبب ان انت تغفر لي، او ان هي حتى تكون سبب ان انت تدخلني الجنة يا رب. ما احنا ما بنحسش بالنعمة اللي احنا اللي هي في ايدينا عامة غير لما بتروح مننا، او بنشوفها مع حد تاني مش موجودة. فعلشان كده دايما لو انت عايز تستشعر الحاجة اللي في ايديك، مهما كانت حاجة انت شايفها وحشة او حتى حلوة، بص للناس اللي حواليك، هل شايف ان الحاجة دي عندهم؟ يعني هل شايف الحاجة دي عندهم ولا لا؟ وقتها فعليا اما ان انت هتحمد ربنا ان الحاجة دي عندك، او ان انت هتقول الحمد لله برضو ان هي عندي. ما انت لازم تشكر ربنا على كل الحاجات اللي مديها لك، مفيش حاجة ربنا بيديها لنا وحشة. طيب الفيديو ده ايه عنوانه اصلا؟ يعني انت اتكلمتي في حاجات انا مش فاهم انت بتتكلمي في ايه. الفكرة من الفيديو ده ان انا عايزة اقولك ان احنا لازم والف لازم نشكر ربنا على كل الحاجات اللي معانا. ما ينفعش ان احنا نقول الحاجة دي انا مش عايزها. مفيش حاجة ربنا بيديها لك وحشة، خلينا نكون متفقين، كل حاجة ربنا بيديها لك ليها سبب، واكيد السبب احنا مش عارفين ايه هو. فانت لما تيجي بقى وتستشعر النعمة، طبعا مش هتستشعرها وهي في ايدك، لازم تستشعرها وهي مفقودة من حد تاني، او ان انت نفسك فقدتها. فانت لازم دايما تحمد ربنا، ولازم والف لازم برضو انت تتأثر بالناس اللي حواليك. مشاعر الحزن زي ما قلت مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة حلوة. لما حد بيموت كده بالاخص في سننا بتحس ان انت اتضربت على قفاك، بتقعد كده تراجع في ذكرياتك، يا ترى انا ماشي صح ولا غلط. برضو دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بتحسسك ان انا لازم افوق، انا لازم افوق، ما ينفعش ان انا افضل مكاني، لا انا في نقطة غلط. طب انا امبارح ما صليتش العصر، انا امبارح ما صليتش مش عارفة ايه، يا رب طب سامحني يا رب مش عارفة ايه. وتقعد بقى ترجع مع نفسك كده بشريط حياتك وتشوف ايه الغلط اللي بيحصل. ودي من ضمن الحاجات الكويسة لمشاعر الحزن على فكرة. ففي نهاية الفيديو احب اقولك ان انت لازم تشكر ربنا في كل الاوقات، لازم تشوف كل الحاجات اللي بتحصل حواليك علشان خاطر تتأثر بيها وتشوف هل انت طريقك صح ولا غلط. والسلام عليكم.